السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله يا ربي كما تكونوا لاباس وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله. في لا فيديو تاع اليوم حبيباتي حبيت نقول لكم شكرا بالبزاف. حبيت نشكركم على الدعم تاعكم، على تعليقاتكم، وقلت لكم مهما شكرتكم مقليله فيكم، يعني وقادر نشكركم كل يوم في الفيديو اللي نحطه وما مقليله فيكم. لا فيديو تاع اليوم حبيباتي راح نشارك معكم مخلل من نوع اخر اللي ضفت فيه اليوم مكون جديد ولا مكونات جديده. وتاني كما قلت لكم حبيباتي وجدوا كلش في داركم ونحيو هذه الطبيعه تاع نشرو كلش واجد من برا وحنا ما على بالناش كيفاش تخدم. في المخلل تاع اليوم البنات راح نحتاجو شوفلار والجزر اللي كنا استعملناهم في الفيديو السابق ولا في المخلل السابق. من النكهه تاع اليوم راح تكون غالبه عليها البسباس كما راكم تشوفوا. وثاني راح نستعملوا فيه الفلفل الحار، وراح نستعملوا فيه القارص اللي كنا مستعملناش في المخلل الاول، راح نستعملوا الثوم. وثاني راح نستعملوا الزيتون ثاني في المخلل الاول ما كناش درنا الزيتون. يعني اليوم راح يكون المخلل تاعنا شويه متنوع على المخلل السابق، هكا باش النكهه تاع الاول والثاني تكون مختلفه. لهنا حبيباتي اول حاجه راح نبدا بها هي انه القشره تاعي نقطعها كامل ولا نقشرها كامل، هكا باش نغسلها ونكون يعني قاعد نخدم في الشغل تاعي بالتنظيم. راح نجي لهنا البسباس بعد ما قشرت الجزر، نحي العراش تاع البسباس وكيما شفتوا نبدا نكرط فيه هكا باش نحيلو هذيك الطبقه اللي تكون مسخه من فوق. فوالا العراش تاع البسباس البنات ما ترميوهمش لانه راكم رايحين تشرو زيتون رمضان، وهنايا رايحين تحتاجوا هذوك العراش. علاش؟ اذا كان الزيتون تاعك مر فديك المره راح ينحيها لك هذو العراش البسباس. كما شفتوا في الفيديوهات السابقه البنات انايا الزيتون نبيتو في الماء والفارينه وشويه تاع القارص ونديروا هذو العراش تاع البسباس حبيباتي. وهنا نشوف لار البنات نحيت له ثاني هو الاوراق هذوك تاعو، وحتى هو يعني كرته من فوق باش نحيلو هذيك الطبقه اللي تكون مسخه من فوق. وهنايا بعد ما نقيت يعني كلش وقطع يعني قطعته غسلته يعني وخليته يقطر شويه، راح نجيب هذا البول البنات ولا هذا اليان، راح نحط فيه الشوفلير تاعي ديجاني كنت قطعته معاكم البنات. اي حبه تشوفها كبيره قسميها على زوج، فوالا هكا باش يطيب بالخف. وتاني يعني كي تحبي هكا تسربي راحه يعني كي تاكلي غير حاجه صغيره ما تاكليش حاجه كبيره. نورمالمون كون فهمتوا عليا. وهنايا راح نحط الوريقات تاع الرند، وتاني راح نحط الزيتون. يعني المخلل تاع اليوم راح يكون شويه مختلف على المخلل السابق، وراح يكون فيه مكونات بزاف ولا خضر مختلفه على المخلل الاول اللي كنا خدمناه مع بعض. ولهنا راح نجي للفلفل الحار، حتى هو راح نقطعه بشكل دائري، واللي تحب تقطعه يعني مكعبات صغيره لكن اختيار حبيبتي. مي يعني كي تقطعي هكا بشكل دوائر راح يجي الشكل تاعو بزاف شباب في المخلل تاعك. وهنايا بعد ما قطعت الفلفل الحار تاعي كامل حتى هو راح نضيفوا المكونات تاعي السابقين. فوالا حبيباتي. وهنايا راح نجيو للجزر حتى هو. بالنسبه للمخللات حبيباتي كل ما كان انواع الخضر يعني مختلفه في المخلل تاعك ولا كثيره راح تجي البنه تاع المخلل تاعك بزاف بنينه ولا الذوق تاعو راح يجي بزاف بنين. وتاني يعني الشكل تاعو كي تحطيه في الصحن راح يكون بزاف رايه، يعني على بالكم بلي كالعين تاكل قبل الكرش كما يقولوا. راح يكون المنظر تاعو باهي وتاني الذوق تاعو بنين وصحي، لانه على بالكم مادام مخلل الخضر اللي فيه كامل ماشي طيبه، يعني القيمه الغذائيه تاعو ما راحيش نفقدوها في الطياب ولا في المرقه ولا في الماء، يعني راح ناكلوه هكا بالقيمه الغذائيه تاعو اي خضره فيه. فوالا بعد ما قطعت الجزر راح نضيفه هو ثاني.
ولهنا جا وقت البسباس البنات هو لازم تقطعوه مكعبات صغيره ولا مربعات صغيره. شوفوا مع انه هذيك لابواط اللي قداكم ترونسبارون فيها الغلاق خضر، يعني فيها الاشكال وتقطعيهم، يعني تركبي هكا فيها من فوق، تنحي الغطاء وتركبي تحبي اشكال مكعبات صغيره كبيره. عندي 100 فانيين البنات فانيين، يعني كانوا قادرين يخرجوا لي الاشكال تاع الخضر كامل قد بعضاهم. اتفنين واش راح نديروا الموس وجري، وعرفنا غير الموس وجري، حنا ماشي تاع ماشي تاع تاويل. المهم هنا بعد ما قطعت الخضر تاعي كامل، فوالا حنخلطها مع بعضها، خلطها مليح مليح. وانا حبيت نقول لكم حبيباتي ما تبخلونيش بليجا، ما تبخلونيش بلي كومونتير. يعني شوفوا لي جامو لي كومونتير البنات انا ما نخلص عليهم ما والو، فقط يشجعوني ويوروا لي وينهم فيديوهات قاعدين يعجبوكم، وتاني يخلوا الشطاره تركب فيا، كانوا نحط لكم كل يوم فيديو، مع انكم شتو كنت نحط لكم يوم بيوم، ومن بعد كي شفتكم يعني وليتوا تفاعلوا مع الفيديوهات وكاع، قررت نولي نحط لكم كل يوم فيديو. قطعت القارص تاعي هكا دوائر، وراح نجيب الخضر تاعي ونربي ليها الثوم. حنايا الثوم البنات ما تخافوش منه في المخلل تاعكم تقولوا كثرنا ولا، لا لا لا، لانه هو اللي راح يمد الذوق بزاف منين للمخللات تاعنا. راح نبقى مستمرة حتى نخلط ولا حتى نربي ثوم تاعي كامل ونكمل معاكم. وهنا حبيت نقولكم قولوا لي واش رايكم في ديال البنات، مع انه اليوم يوم الثالث من اللي استعملت هذيك التبريمه، وشوفوا كيفاش يعني بدات الكحوله هذيك تروح. التبريمه اللي شاركتها معكم مغربيه، يعني اللي حابه دير تبييض للجسم تاعها يديها وجهها والله ما عليها غير تروح يعني تفرج الفيديو وتاني تطبقها، لانه البنات فريمون حاجه توب. انا ما نعطيكمش حاجه ماشي صالحه ولا حاجه ما ولمتنيش ولا حاجه ما عندهاش نتيجه، من اول استعمال بانت النتيجه في يدي وفي وجهي، لانه على بالكم بلي وجهي ويدي في حاله بالشمس. وهنايا البنات حاولوا شغل كي تعودوا تعمروا في البلاره كل طبقه ديروها، حبسوا ديروا رونديله تاع الليمون، عاودي ديري طبقه ودخلي رونديله، عاودي طبقه هكا باش يجي طبقات ويجي يعني متوزع على البلاره تاعك كامل. فوالا كيما شتو انا كيما درت هكا. ونجو لهنايا من فوق نديروا الملح. اليوم الملح راح نكثر شويه على الفيديو السابق، علاش؟ بيسك اليوم الخضره راها بزاف وراها متنوعه وراح تمتص لي الملح تاعي بشكل كبير، وحنا ما نحتاجوش غير الخضرات تمتص الملح يعني والسائل اللي راح يكون هنايا في المخلل يقعد بلا ملح، هكا الخضره ما راحش طيب، الملوحه هي اللي راح تطيب لنا الخضره، يعني ماذا بيا الماء والخل يقعدوا مالحين. وبعد ما حطيت الملح زدت حطيت فوقه الخل، وهذاك الخل والماء اللي راح نحطهم هما اللي راح يخلوا الملح يهبط حتى لتحت يتغلغل يعني في هنايا. راح لي البنات الهضره ولا تروح لي، غير سامحوني العيا تربيه على بالكم، يعني غير سعفو خلاص يتغلغل في الخضر تاعنا ولا في المخلل تاعنا. راح نزيد الملح فوالا حبيباتي. وهنايا راح نضيفوا الماء البنات، قلت لكم الماء في الفيديو السابق اللي تغليوه وتستناوه حتى يبرد تماما وتستعملوه في المخلل تاعكم. وهنايا الخل راح البلاره، اي بلاره ديريها كان الحجم تاعها الربع تاع البلاره البنات رايحين تعمروه، ولا الربع الاول رايحين تعمروه خل، والباقي كامل يكون ماء.
فوالا. وهنايا كيما قلت لكم ثاني في الفيديو السابق، باش ما يديرناش هذيك الغموله وتشوفوا ديك البيوضيه من فوق ولا تعفن تاع الخضر، راح نديروا طبقه تاع الزيت. هذاك الزيت هو اللي راح يحمي الخضره تاعنا وما يخليهاش دير هذيك الطبقه تاع الغموله ولا تاع البيوضيه. فوالا، هذا هو لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. وهنا نقول لكم احتفظوا به في الفريجيدير مده 5 ايام ولا 10 ايام وراح تلقاوه واجد. الى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.